إذا تتبعنا تاريخ هذا الكوكب سنجد أن البشرية دائما ما كانت تحلم بإنشاء المباني الشاهقة، ابتداء من أهرامات الجيزة والتي بناها الفراعنة إلى منارة الإسكندرية والتي بناها البطالمة، حيث تم العثور على أبنية قديمة في جميع أنحاء العالم لتكون دليلا على الجهود المبذولة لإنشاء مبانٍ لا مثيل لها في العالم الحديث، حيث يسيطر العلم والتكنولوجيا على كل شيء. فإن ثقافة إنشاء مباني معمارية عملاقة قد ازدهرت مرة أخرى خلال أواخر العقد التسعيني. إنه ليس فقط سباق لإنشاء مباني عملاقة، لكنه أيضا رحلة رائعة للمباني الخضراء لم تشهدها البشرية من قبل. الإمارات والصين والهند والولايات المتحدة وغيرهم من البلدان المختلفة كلهم في مضمار هذا السباق، ولهذا نقدم لكم في هذا الفيديو أطول مباني في العالم تم الانتهاء من بنائها بالكامل حتى الآن. عاشرا، برج ويلس. يأتي في المركز العاشر برج ويلس، والمعروف أيضا باسم برج سيرس، يتكون من 108 طابقا بارتفاع 442 متر تقريبا. كان أطول برج بالولايات المتحدة في عام 1973 بعد أن تجاوز مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك، وقد حافظ على هذا اللقب حتى عام 1998. تصميم هذا المبنى الإداري الضخم لم يكن أمرا عاديا، فقد صمم المبنى على شكل 9 أبنية متلاصقة بأطوال متباينة. يتكون أقصر بناء من 49 طابقا، بينما يبلغ عدد طوابق أعلاها إلى 110 طابقا. الأجزاء العلوية لأعلى الأبراج لها دور هام، وهو زيادة متانة المبنى لمقاومة الرياح الشديدة، كما أن قوة المباني المجتمعة يمكنها أن تقف في وجه أشد العواصف وأقواها. تاسعا، برج زيفنج. يأتي في المركز التاسع برج زيفنج، والمعروف أيضا باسم مركز جرينلاند أو برج زيفنج الميداني. هو ناطحة سحاب فائقة الطول تقع بمدينة نانينج بالصين. بدأ إنشاء هذا المبنى الضخم في عام 2005، وافتتح للجمهور في عام 2010 بارتفاع شاهق يبلغ 450 متر، وتم تصميم المبنى من قبل أدريان سميث من شركة سو. يسمى سماء 100 أو سكاي 100 بالطابق 100، كما يحوي منطقة تسمى منطقة الأوزون تقع بآخر طابق بالمبنى، بها أعلى حمام سباحة وبار بالعالم. سادسا،
المركز المالي العالمي بشنغهاي. يأتي في المركز السادس مركز شنغهاي المالي، وهو ناطحة سحاب عملاقة تقع في منطقة بودينغ بالصين، وتم تطوير ومقاولة المبنى من قبل شركة موري للبناء بواسطة كل من فريق ليزلي روبرتسون كمهندسي إنشاء، وشركة الهندسة والبناء الصينية، والشركة العامة للإنشاء بشنغهاي كمقاولين للمبنى. تم تطوير هذا المبنى ليناسب عدة استخدامات، حيث يحوي مكاتبا وفنادق وقاعات للمؤتمرات ومنصات للرصد ومراكز تجارية للتسوق في الطابق الأرضي. تم منح هذا المبنى عدة جوائز كأفضل وأعلى المباني من قبل مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية. يحوي المبنى أيضا فندق بارك حياة فرع شنغهاي، والذي يحتل الطوابق من 79 حتى الطابق 93. خامسا، مبنى تايبي. مبنى تايبي 101، والمعروف أيضا باسم المركز المالي العالمي بتايبي، هو ناطحة سحاب مميزة تقع بحي شينيي بتايوان. تصميم هذا البرج مستوحى من العمارة التقليدية الصينية مع شكل يشبه المعبد. هذا البرج من تصميم وتطوير شركة CYD Partners ومن تنفيذ فريق KTRT. مبنى تايبي يضم 101 طابقا فوق الأرض و5 طوابق تحت الأرض. في يوليو عام 2011 حصل المبنى على شهادة LEED البلاتينية كأطول وأكبر بناء في كفاءة الطاقة بالعالم. يتميز المبنى بمنصة رصد داخلية في الطابق 89، كما يحوي منصة رصد خارجية بالطابق 91، وتلك المنصات مصممة لتتحمل الأعاصير والتي تصل سرعتها إلى 216 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها أيضا تحمل أقوى الزلازل التي تقع بالمنطقة. رابعا، مركز التجارة العالمي. مركز التجارة العالمي عرف سابقا باسم برج الحرية، وما زال يطلق عليه هذا الاسم حتى الآن. يقع مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك في نفس موقع برجي التجارة العالميين المنهارين في هجمات 11 من سبتمبر لعام 2001. تبلغ مساحة المبنى 3700 متر مربع. تستخدم الطوابق 72 الأولى فقط من طوابق المبنى للمكاتب والمحلات التجارية، كما يبلغ ارتفاع سعر المبنى 541.3 متر، وتصميمه مستوحى من عدة مباني أخرى مماثلة مثل مبنى إمباير ستيت. تصميم واجهات المبنى بسيطة ومتشابهة إلى حد كبير. ثالثا، أبراج البيت. أبراج البيت تعرف أيضا باسم برج الساعة الفندقي الملكي، وهذا البرج هو مجمع مباني تملكها الحكومة في مكة المكرمة. تم بناؤه تحت رعاية الملك عبد العزيز بارتفاع 601 متر، وذلك بعد هدم قلعة أجياد. هذا المبنى الضخم يقع على بعد أمتار من المسجد الحرام الذي يضم الكعبة المشرفة، ويتألف البرج من 120 طابقا، كما يحتوي على غرف كبيرة للصلاة قادرة على استيعاب أكثر من 10,000 شخص. تم تطوير وإنشاء هذا المبنى من قبل مجموعة بن لادن السعودية. يضم المبنى مول للتسوق مكونا من 5 طوابق، ويحوي المبنى عدة أبراج، منهم برج الساعة والذي يعد أعلى برج ساعة في العالم، وساعة البرج تلك هي أكبر ساعة في العالم أيضا. صممت من قبل المعماري الألماني محمود بودوراش وشركته SA راش. ثانيا، برج شنغهاي. برج شنغهاي هو واحد من أطول ناطحات السحاب بالصين. تم تصميم البرج من قبل مارشال سترابادا من شركة معمارية أمريكية تدعى جينسلو. يتكون هذا البرج من 121 طابقا بإجمالي مساحة أرضية تبلغ 380 متر مربع، ويتسع البرج لحوالي 16,000 شخص يوميا. يحوي البرج فندقا للفور سيزون بعدد 320 غرفة تقع بين الطابق 84 والطابق 110، والذي يعد أطول فندق في العالم. كما يحوي البرج مصعدا من أسرع المصاعد بالعالم، حيث تبلغ سرعته 59 قدما في الثانية. وأخيرا وليس آخرا، ويأتي في المركز الأول برج خليفة. برج خليفة والمعروف قبل افتتاحه باسم برج دبي، هو ناطحة سحاب بمدينة دبي بالإمارات. إنه أطول مبنى صنعه الإنسان في العالم بارتفاع 828 متر. تم افتتاح المبنى رسميا في 4 من يناير لعام 2010، وتم تصميم المبنى إنشائيا ومعماريا من قبل شركة سو.
وقام بتصميمه المهندس أدريان سميث، وهو المهندس المعماري الرئيسي للمشروع، وبيل بيكر المهندس الاستشاري. ويتألف المبنى من 163 طابقا، بالإضافة إلى 46 مستوى للصيانة بالجزء العلوي، ومستويان للسيارات بالبدروم. أعلى طابق سكني بهذا المبنى الضخم هو الطابق 109، وقد تم تصوير بهذا الطابق الفيلم الشهير مهمة مستحيلة للفنان توم كروز. هذه هي أعلى الأبراج في العالم في الوقت الحالي، لكن من يدري، لعل تلك الأعوام القليلة المقبلة تحمل إلينا أبراجا عملاقة تغير من ترتيب ما مضى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.